هذا يوقع درس لكل صديق ولكل رفقاء ولكل أصدقاء ولكل أصحاب. يعني هذا الشخص وثق بأصحابه، وثق بأخوانه، يمشي طرف الدنيا بايع للحياة بسبب الله لا وفق كل من ضيع وطنه بحق لا إله إلا الله. السؤال الثاني، رجل وثق بأصحابه إنهم يمشوا ويسافروا رجل، يمشوا مشي مسافرين إلى المنطقة المقصودة، كيف تهجروا صاحبكم لحاله بهذا الوضع بهذه الغابة؟ ليش ما تغامروا وتمشوا يعني أصدقاء مرة واحدة؟ كيف تجي هذا على الناس؟ يعني أنا كنت باجيت أقسم لكم بالله فيديو غير هذا الفيديو، لما جاء أدخل وأشوف القصة حقه أقسم بالله إنها محزنة أحزن من الحزن. يعني أسأل الله بحق لا إله إلا الله إني ربي ينجيه ويوفقه إلى المنطقة اللي مقصود فيها، أسأل الله العلي القدير. فيا رب أن توفق هذا الشخص. يعني كل احنا مغتربين بطرف الدنيا، كل احنا بس احنا الحمد لله يعني بمنطقة آمن وأمان في المملكة العربية السعودية، لك الحمد. بس هذا بطرف الدنيا، يعني كيف هذا توقع درس عظيم لكل أصدقاء ورفقاء. يا أخي لا توفق صديق علاقة سطحية من الجو، هانا تعملني هانا أعملك هانا وأغطي عليك بشالي، لكن إلا الثقة لن أثق من اليوم، وهذا درس يتكرر في التاريخ. قد وقع نفس هذا، قد وقع. لا حول ولا قوة.